لو انت مفكر ان الكلب بتاعك بيهوى عشان خاطر يضايقك، فانت غالبا فاهمه غلط. كوبايه الكابتشينو، ركز مع فيتامين. النباح هي لغه الكلب بيستخدمها عشان يعبر عن مشاعره واحاسيسه، او بيجذب بيها الاهتمام، فده الطبيعي. لكن لو زادت عن حدها فهي دي المشكله. طيب ايه هي الاسباب؟ عندنا اسباب ياما، اشهرها لو هو متوتر زي كده في الشتاء، او لما بيحصل برق او رعد، او ممكن يكون زهقان، ايوه زهقان زي كده، فبيجذب صاحبه عشان خاطر يجي يلعب. طيب ايه هو التصرف المفروض اعمله؟ اغلب الناس هتقولك التجاهل، وده اكبر غلط، لانهم ما يعرفوش ان النباح ده سلوك مهدد. يعني ببساطه الكلب لما بيكون متوتر بينبح عشان خاطر يهدى، زي الانسان كده بالظبط، بيكون متضايق فبيفضفض عشان خاطر يرتاح. ولما النباح يخففه من توتره، فكده بمخه هيعرف ان ده الحل وهيكرره، وهنا تزيد المشكله. طيب ايه هو الحل؟ ممكن نقطع عنه المحفزات اللي بتسبب له التوتر، اللي هي هتمنع حدوث النباح من الاساس، او نديله مكافأة على هدوء. يعني لما ينبح ويهدى خالص نبدأ نديله مكافأة، ممكن بعدها بفترة نعلمه إشارة تعلمه الهدوء. خلي بالك، دي محتاجة مجهود وصبر.